بمساياش هذه الفطيرة ولا الكسرة هذه راهو مراتب بزاف. كسرة محشية ولا فطيرة محشية بحشوة خفيفة ظريفة، والعجينة كما راكم تشوفوا جاية مقرمشة. ديروا حفظ للوصفة، راح تحتاجوها بزاف. ممكن تاني تستعملوها في رمضان كمملحات. للمكونات أنا عندي كاس ماء دافي، كاس حليب دافي، ملعقة سكر، نصف ملعقة خميرة، نصف كأس زيت، 5 كيسان فرينة، قيس كيلو، استعملت أنا كيلو، نصف ملعقة كبيرة ملح، وشوية خميرة الخبز، عدد خميرة الجاتو، ليمون. مكونات كل شيء على خطرة، ونعجنوها. لازم تكون العجينة متماسكة، بصح تتلاصق شوية ماشي حاجة باش تعاوننا في الخدمة من بعد. كالعادة راكم كيما تشوفوا يعني ما زدت حتى إضافات، يعني كل شيء على ضربة. وهاي العجينة كيف جات. هنايا راح نبدأ نعجنها شوية. رشيت شوية فرينة باش ما تلصقنيش في سطح العمل. نعجنها حوالي 3 دقائق ولا 4 دقائق حتى يعني يدخلوا كامل المكونات في العجين، وتانيك باش العجينة تولي عجينة ملساء. بالنسبة للعجن على الأقل يعني عطوها على الأقل شوية عجين فقط، والباقي خلوها تختمر. كي تختمر وتريح هي راها تزيد تعاود تولي ملسة وتجيكم سهلة في الخدمة، وبالزيادة النتيجة راح تكون يعني جيدة. هنايا شوفوا كيف العجينة جات ما تلصقش. راح نلمها ونحطها ونخليها تتخمر. الحشوة أنا عندي بصل طماطم، فلفل الحار، فلفل حلو، يعني درتو كامل في الأشوار، وحطيتو تقلى مع لي سيبيس والزيت وصوص طوماط. ومن بعد درت بولي آشي حطيتو هنايا يتقلى معهم. بعد ما طابوا لي تقريبا خضرة تقريبا طابت، حطيت بولي آشي ونخليها تكمل أطيابها. هنايا ندهن البلاطو بالزيت باش نفتح الخبيزات. حبيت ما نديرهمش كبار بزاف ولا كيما تحبوا، يعني على حساب الطاجين اللي راح تخدموا به. انا صغرتهم شويه باش يجوني قيس الطاجين تاع الدوفاس، المقله تاع التيفال اللي هي اللي نخدم بها. شوفوا الحجم كيفاش، يعني ما هي كبيره ما هي صغيره، تقريبا كيما الحبه تاع المحاجب. جاوني عاد الكريات 18 حبه. جبت هنايا ورقه تاع الزبده باش من بعد كي نجي نهزها راح تجيني سهله في الخدمه. ودهنت قبل بالزيت باش نفتحها. انا فضلت نفتحها بالزيت باش كي طيب ما تجينيش شحبه. هنا لاصوص كانت شويه شايحه، هي من الافضل انها تكون يعني شايحه كيما هكا باش من بعدها ما تخرجش، وكذلك العجينه تبقى مقرمشه. يعني بالنسبه للحشوه تحبوا ديوها كيما تحبوا نتوما. انايا درت هذه اقتصاديه شويه وزوقتها شويه بالمادنوس والفرماج رابي. نتوما ديروا اللي عندكم. اللي درتو الفوق يعني من فوق هذاك الابيض هذاك راهو صوص بلانش، يعني صوص يعني صوص تاع الفرماج خدمتها وديجا راني درتها معكم من قبل. هاي الطريقة كيفاش. انا راح نزيد نعاود حبة خلاف طريقة يعني راهي موضحة. العجينة من أحسن انكم تفتحوها رقيقة بزاف باش يعني تجيكم رقيقة. ديسك ثاني راهي فيها الخميرة، يسمى لازم العجينة تحلوها رقيقة. اللي تحب انها تكون خبزة تاعها تجي خشينة ما ترقيهاش، خليها خشينة شوية. انا نحبها تجيني مقرمشة ورقيقة. الحبة الثانية كيما راكم تشوفوا يعني اللي فوقها فتحتها كيف رقيقة.
ونحطها فوقها. يعني حتى الماء في الهزن راهي تجيكم سهلة، يعني ما كي راكم تشوفوا، يعني ماشي زعما هذيك العجينة اللي راها يعني طلقة روحها خلاص ما تقدرش تحكمي فيها. كيما راكم تشوفوا يعني لازم تكون ريحت مليح وما تكونش مشمخة بزاف. هنايا راني حطيتها في التيفال تاعي بديت نطيب فيها، شوفوا كيفاش شراتني. بالصحة والراحة. ما تنسونيش تدعموني بلايك كومنتار، وباي باي.